جربتِ حطي اللبن على الجلاش، حطي الجلاش على حطي اللبن على الجلاش وهتاكلي أطعم جلاش ممكن تعمليه في حياتِك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. جاية لكم النهارده بوصفة جلاش جامدة جدًا، هنعمل جلاش بالبسبوسة. إن شاء الله هيبقى وصفة تجنن. تابعوا الفيديو معايا للآخر. شايفين الجلاش وجماله؟ تابعوا الفيديو معايا يا حبايبي للآخر، وإن شاء الله كده وحطي لي لايك حلو واعمل لي كومنت جميل قولي لي رأيك في الجلاش بتاعنا. يلا نسمي الله ونقول معانا ايه. معانا كوباية من السميد، معايا 3 معالق زبدة سمنة كبار او زبدة الموجود عندك اعملي بيه. وحطيت عليهم نزلت عليهم كده بكوباية سميد كبيرة، حوالي ربع كيلو سميد. هنحمرهم كده زي ما انتم شايفين. انا هنعمل بسبوسة بس في الطاسة، يعني ايه، مش هنعمل بسبوسة في الفرن، في الطاسة هنعملها بطريقة جميلة وهنسقيها كمان باللبن. هتبقى كده النهاردة الوصفة بتاعتنا كلها لبن في لبن. ان شاء الله يجعل حياتنا كلها لبن. يعني متنسوش يا جماعة تدعوا دعوة حلوة كده لطلاب الثانوية العامة، ربنا ينجحهم يا رب ويوفقهم. يلا نرجع للوصفة بتاعتنا. حطيت 3 معالق سكر بودرة او 4 معالق. السكر ده بقى حسب ما انت عايزة. انا بحمر السميد زي ما انتم شايفينه كده، لما يوصل اللون ده بنزل عليه بكوباية لبن، ورجعت حطيت نص كوباية لبن كمان، بس انا ما صورتهاش يعني معاكم. هخليهم كده يتشربوا على النار كده زي ما انتم شايفين. بصي ايدي فيهم ما ايدي بتحمر السميد وبتقلب السميد ما بتوقفش. انا كده عملت البسبوسة بطريقة جميلة جدا. اول ما السميد كده يشرب اللبن بتاعي بنزل عليهم بثلاث معالق جوز الهند وثلاث معالق زبيب. اي حاجه موجوده عندك، طبعا سوداني، جوز الهند، اي حاجه. بندهن الصينيه زي ما انتم شايفين كده معايا بماده، يعني شويه من الزبده او السمنه. يا جماعه اللي موجود عندكم حطوه. وافرد البسبوسه بتاعتي كده جميله طعمها حلو جدا. السكر طبعا زي ما قلت لكم حسب الرغبه، مش مسكره. يعني كانت حلوه كده بالنسبه لي. بسوي البسبوسه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، وبنزل كده ايه بقيت نص الجلاش. بحط نص لفه الجلاش، هو نص كيلو جلاش. باحط نص كيلو نص اللفة في الصينية، وبارجع أحط إيه النص التاني بعد ما باحط البسبوسة في النص، وبارجع أقطّع الصينية. الجلاش يا بنات بيتقطّع قبل ما يخش الفرن زي ما أنتم شايفين كده. بارجع أقطّع الصينية بتاعتي على حسب بقى ما أنتِ عايزاها تقطّعيها. ممكن تلفيه رول عادي ما فيش مشكلة، اللي طبعًا اللي يعجبِك اعمليه. أنا كده إيه قطّعت الصينية أهو. هابتدي بقى أجيب الخطوة اللي بعد كده إيه، زبدة كده أو السمنة اللي أنا هاحطيها على الجلاش، وباسقي الجلاش كده. أنا ما حطيتش أي سمنة على الجلاش وأنا بالفه أو أنا بافرده. بس باسقيه كده بعد ما باخلص خالص إيه تقطيع وفرد. ما فيش أسهل من كده جلاش، عاملاها لكم بطريقة سهلة خالص. حطوا لي لايك بقى للجلاش الجميل ده، ما تسهوش معايا وأنا باتكلم. بُصّي زي ما أنتم شايفين كده سقيت الجلاش كله وحطيته في الفرن، خد معايا تلت ساعة في الفرن. بُصّي الشكل اللي طالع تحفة، بصحة وهنا للي كان نصيب ياكل منها. طبعًا باجيب اللبن بقى بيكون أنا غالياه، وبانزل على اللبن بالسكر اللي أنتم عاوزينه. يعني أنتِ السكر ده حسب الرغبة، حابة تسكريه سكري. أنا حطيت على الكوباية دي، أنا حطيت كوبايتين. يعني كنت جايبة كيلو لبن، خدت كوباية ونص صغيرة للسميد، وبقية الكيلو حطيته يا بنات للجلاش كله. أنتِ حابة تزوّدي سكر، السكر ده حسب الرغبة. طبعًا الجلاش بتاعي متحمّر من فوق ومن تحت. اللبن طبعًا في ثواني معدودة كان شارب اللبن بتاعه، وخدتِ نتيجة مقرمشة وطعم تحفة. فعلًا جرّبي مش هتندمي. وصفة حلوة جدًا. الجلاش جميل، طبقة البسبوسة في النُص تحفة، كان طعمه حلو، كان الاتنين مع بعض جميل. حطّوا لي لايك بقى واعملوا لي اشتراك يا بنات في القناة. اخواتي وحبايبي باحبكم في الله.